معا إلى سعادة الدارين بإذن الله تعالى. إن شاء الله هتكلم اليوم عن نتيجة لبحث عن أسباب انعدام السعادة. سببين انعدام السعادة في حياتنا: السعادة الحقيقية، أنواع السعادة، كيف أصل إلى السعادة الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ورزقكم سعادة الدارين. بحث تم عن أسباب انعدام السعادة في حياة معظم الناس إن لم يكن كل الناس. فكانت نتيجة البحث السبب الأول وهو التعلق بشيء ما في المستقبل، والسبب الثاني التعلق وتذكر آلام الماضي. هل معنى كده إن لا أعلق نفسي بأمنية في المستقبل؟ لا يستطيع إنسان منا أن يحيا دون أن تكون له أمنية مستقبلية في الخير، لكن أدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأمنية وأتوكل عليه. يعني أتوكل عليه، يعني لا أجعل هذه الأمنية أو الشيء المستقبلي عقبة في حياتي. كلما جاءتني مثلا فرصة قطعتها، أوقفتها، لأنني أنتظر هذا الشيء الذي في المستقبل. أتوكل على الله سبحانه وتعالى وأنا على يقين أن هذا الأمر المستقبلي إن كان خيرا لي فلن يمنعه شيء، حتى وإن اجتمعت كل أسباب الدنيا، إن أراده الله سبحانه وتعالى لي فلا مانع له. السبب الثاني التعلق بآلام الماضي. عن تجربتي الشخصية، أسوأ فترة عشتها في حياتي هي فترة كنت أتذكر فيها آلام الماضي. ربما كان شيء رغما عني، ولكن بالفعل تراجعت في هذه الفترة نفسيا وصحيا، تراجعت في كل جوانب وأركان حياتي، إلى أن وقفت وقفة مع نفسي. ماذا أستفيد؟ لن أستفيد بشيء، بل إنني كنت لا أستطيع أن أعيش حياتي بشكلها الطبيعي. فدعوت الله سبحانه وتعالى أن ينسيني هذا الماضي بكل ما فيه، فمن الله سبحانه وتعالى علي بالفعل ونسيت هذا الماضي. بدأت أسترجع وأتذكر الدروس التي استفدتها من هذه الابتلاءات أو الآلام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبتلينا إلا ليكفر سيئاتنا ويكفر عنا سيئاتنا، أو ليرفع درجاتنا في الدنيا والآخرة، أو للخيرين معا. أنواع السعادة: السعادة نوعين: سعادة جسدية وسعادة روحية. السعادة الجسدية معلومة ومفروغ منها، مثل أكل، لبس، خروج وهكذا. أما سعادة الروح فهي أرقى وأسمى درجات السعادة. كيف أصل إلى هذه السعادة؟ أقول مثال على ذلك: إذا عندي مثلا موبايل حدث فيه عطل، هل سأعطيه إلى الطبيب ليصلحه، أم سأعطيه للمختص الذي يستطيع أن يصلح هذا العطل؟ ولله المثل الأعلى. فكذلك الروح، خالقها سبحانه وتعالى هو وحده المطلع عليها، هو الذي يعلم مداخلها، هو الذي يعلم أسرارها، هو وحده الذي يعلم ما يتعبها وما يريحها، الله سبحانه وتعالى. أعالج روحي وأصل إلى السعادة بخلوة طويلة مع الله سبحانه وتعالى، سجود طويل وبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، حوار طويل مع الله سبحانه وتعالى، حوار مع الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وحده الذي سيسمعني بلا ملل، سيسمعني بلا لوم، سيسمعني بلا عتاب، ثم ينزل في قلبي السكينة وفي روحي الطمأنينة والسعادة التي لا تشبهها سعادة أبدا. أتذكر في ذلك فتاة كانت كثيرة البكاء وكئيبة، عندها كآبة كثيرة، فوفقني الله سبحانه وتعالى أن نصحتها بقيام الليل وأن تطيل الخلوة مع الله سبحانه وتعالى. فمن يومين أخبرتني أنها لم تجد السعادة أبدا، ولم تذقها كما ذاقتها في قيام الليل وفي الخلوة مع الله، وبكت تقول: والله حتى أنني بكيت من شدة الفرحة والسعادة في خلوتي مع الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب السعادة أن أدخل السعادة على قلب مسلم،
سواء كان فقيرا أو غني. حتى الغني، نعم، حتى الغني قد يكون عنده المال، عنده كل شيء، ولكنه يفتقد للسؤال، يفتقد للعطف أو الاهتمام، أن أطمئن على صحته. ربما أدخل عليه سعادة وبهجة لا يعلمها إلا الله، ثم يذيقني الله سبحانه وتعالى منها مثل هذه السعادة. ختاما أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.